امم 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 رهيب، جامد جدا جامد جدا. مكان اسمه كوكي فور تقريبا، انا بنطقها صح مش عارف. بيعملوا كوكيز حلوه قوي 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 الصراحه. ده مش اعلان ليهم مبدئيا يعني. واحد يا جماعه بعد يوم تعب طويل يعني بيجي البيت كده ايه، يغسل وشه وياكل حاجه حلوه وينسى بقى كل الهم بتاع الشغل والقرف بتاع الشغل، ويبتدي بقى كده يشغل الكاميرا بتاعته كده ويرجع للهوايه اللي هو بيحب يعملها، واليوتيوب وشغل اليوتيوب. الحمد لله والله الحمد لله ان احنا على قد ما بنقدر بنبقى صامدين وقادرين ان احنا نصور حلقات على اليوتيوب. انا بقالي كتير قوي فعلا ما صورتش، بس يلا الحمد لله ملحوقه. عاملين ايه الاخبار؟ انا بصور الحلقه دي يوم الاربع، النهارده كام؟ 14/12/2022. النهارده المباراه المنتظره بين المغرب وفرنسا في نصف النهائي. انا مش عارف الحلقه دي هتنزل امتى الصراحه، هو فاضل على الماتش تقريبا بتاع ساعه ونص ولا حاجه. يا رب الحق اتفرج على الماتش، واتمنى من كل قلبي ان المغرب تكسب النهارده. بصوا يعني عشان انا عارف ان الحلقه دي مش هتنزل اكيد النهارده، هتنزل بعد كده، فالله اعلم بقى القدر مخبلنا ايه في ماتش النهارده يعني. سواء المغرب منتخب المغرب كسب او لا قدر الله ما كسبش، فانتوا ابطال 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 من هنا للسنه الجايه. والله العظيم ثلاثه من اكتر المنتخبات العربيه اللي بشجعهم من قلبي، وحاسس فعلا ان انا مغربي. يعني اول مره في حياتي والله العظيم بتكلم معاكم بصراحه، اول مره في حياتي احس بصراحه ان انا يعني ان احنا العرب كلنا متجمعين على حاجه، وكلنا بنشجع بقلب، واعلام المغرب في كل حته في مصر. موضوع حلو قوي قوي يا جماعه. يعني عارفين لما بنعمل انجاز، او اي دوله عربيه عموما تعمل اي انجاز في اي نشاط في العالم، بتبقى حاجه حلوه، وبنحس كلنا ان احنا اللي عملنا الانجاز دي. فاتمنى والله ان هم يكسبوا، ولو انتوا ما كسبتوش فانتوا رجاله كده كده، وعملتوا اللي محدش قدر يعمله في تاريخ كاس العالم طول السنين اللي فاتت دي، او طول البطولات اللي نظمتها كاس العالم اللي فاتت دي. اتمنى ان شاء الله يعني كاس العالم اللي جاي يبقى فيه حاجات احلى واحلى واحلى. طبعا انا بشكر قطر على كل التنظيم الرهيب اللي هم عملوه ده، واول مره في حياتنا تقريبا نشوف كاس عالم متنظم بالطريقه الحلوه قوي قوي دي. والكاس العالم ده فيه تكنولوجيا غريبه، والنهارده ده موضوع الحلقه اللي انا عايز اتكلم معاكم فيه. تكنولوجيا الكاميرات اللي موجوده في كاس العالم، التكنولوجيا اللي موجوده رهيبه وفعلا متطوره، وحاجه فعلا تخليك كده تقعد تفكر واحنا هنوصل لحد فين في التكنولوجيا دي. فانا مش عايز اقعد اتكلم وارغي كتير، فخلينا كده على طول ندخل في الحلقه ونتكلم النهارده عن التكنولوجيا الكاميرات اللي موجوده في كاس العالم. الموضوع شدني الصراحه وحبيت ان انا اتكلم معاكم فيه. بس عايز قبل ما اتكلم في اي حاجه برضو نشكر السعوديه او المنتخب السعودي، لان المنتخب ده هو اللي ادى الشراره للمنتخبات العربيه ان هي تكمل. يعني الماتش اللي هم لعبوه مع الارجنتين اول ماتش خالص في دور المجموعات، ان هم يكسبوا الارجنتين 2-1، ادى حماس وادى شراره كده لكل المنتخبات العربيه اللي مشاركه في كاس العالم، وخلت الناس تكمل. وفعلا المغرب كملت، وزي ما احنا شايفين بتعمل حاجات حلوه قوي قوي في كاس العالم. فاحنا عايزين نشكر برضو المنتخب السعودي والشعب السعودي الجميل ان هم كانوا سبب في الشراره دي. واتمنى والله ان احنا دايما نشوف كده كاس عالم بمنتخبات عربيه طول الوقت، حاجه مشرفه وحاجه جميله قوي قوي. خليني كده اتكلم معاكم عن الكاميرات اللي مستخدمه في كاس العالم. مبدئيا كده خلينا اتكلم معاكم في الاول عن الكوره بتاع كاس العالم. الكوره دي فيها سر، فيها اسرار كتيره قوي، يمكن ناس كتير قوي ما تعرفش، وناس عرفت ان الكوره دي بتتشحن، والكوره دي جواها سنسور. هو بالامانه هو جواها 2 سنسورز مش سنسور واحده، وهقول لكم كل سنسور بيعمل ايه بالظبط. وبالمناسبه الكوره دي متصنعه في مصر، ودي حاجه تدعو للفخر كده. الكوره دي اتصنعت في جمهوريه مصر العربيه، حاجه كده برضو من الحاجات اللي نفتخر بيها كعرب. زي ما قلت لكم في 2 سنسور في الكوره. في سنسور بيقول لك مكان الكوره فين بالظبط، يعني اللحظه اللي اتشاطت فيها الكوره واللحظه اللي وصلت فيها الكوره، سواء بقى للكورنر او للجون او خبطت في لاعب او خبطت في دماغ لاعب. كل الكلام دوت السنسور ده بيسجله في زي GPS وبلوتوث متوصلين تقريبا الساعه بتاعه الحكم، وبيعرف من خلالها الكوره دي بالظبط فين مكانها دلوقتي حالا. تمام، دي حاجه من الحاجات. لو انتوا فاكرين الجون بتاع كريستيانو والناس اللي اتكلمت عليه، جون كريستيانو اللي هو ما اتحسبش لكريستيانو، اتحسب لزميله بسبب ان الكوره السنسور ما حسش بدماغ كريستيانو، او الكوره قالت ان دماغ كريستيانو ما لمستش الكوره، فساعتها الجون اتحسب لزميله ما اتحسبش ليه هو. ده سنسور. السنسور الثاني بقى بيقول لك الكوره ماشيه ازاي دلوقتي، يعني الكوره في اللحظه اللي هي بتتشاط فيها بيقول لك هي ماشيه ازاي دلوقتي، هي ماشيه يمين، ماشيه شمال، طالعه لفوق، بتلف.
كل الكلام ده. السنسور الثاني بيرصد الحركه بتاعت الكوره او الموفمنت بتاع الكوره عامل ازاي بالظبط. ده بالنسبه للسنسور. وطبعا بنتكلم عن تقنيه ثانيه خالص وهي الاوف سايد، او ازاي ان هم بيرصدوا الاوف سايد، او ازاي بيعرفوا بالظبط ان الكوره دي اوف سايد ولا مش اوف سايد. دي بقى بتنقلنا على حاجه ثانيه، وعلى فكره هي الحاجات كلها اللي انا هتكلم فيها ليها علاقه ببعض، هي في الاخر متجمعه في حاجه واحده. هنتكلم عن حاجه ثانيه وهي الكاميرات اللي بترصد الخط بتاع التسلل. وبالمناسبه على فكره الكوره دي بتستقبل معلومات تقريبا 500 مره في الثانيه الواحده. انتوا متخيلين الرقم؟ 500 مره في الثانيه الواحده. ده بقى ينقلنا لسيستم الكاميرات اللي مستخدم في التسلل، وهي كاميرات من شركه اسمها هوك اي. الناس اللي بتتفرج على تنس او بتحب تتابع مباريات التنس هتلاقي ان الشركه دي موجوده اصلا من زمان في مباريات التنس. هما كاميرتين بيبقوا في الملعب، كل ناحيه يعني في كاميرا بترصد برضو الكوره عدت الخط ولا ما عدتش الخط، كل الكلام ده. لكن في كره القدم طبعا الموضوع مختلف، في 12 كاميرا بترصد التسلل. انتوا متخيلين؟ في 12 كاميرا حوالين الملعب بترصد التسلل بتاع الكوره. وهكلمكم عن تفاصيل اكتر عن الكاميرات دي بتعمل ايه. الموضوع على فكره واصل لحته بعيده قوي 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 يا جماعه. الكاميرات دي بقى بتصور 50 فريم في الثانيه. بتصور 50 فريم في الثانيه لايه بالظبط؟ تخيلوا بقى انتوا معايا كده، بتصور 50 فريم في الثانيه لايه بالظبط؟ بتصور 50 فريم في الثانيه ل 29 مفصل من مفاصل كل لاعب موجود جوه الملعب. انتوا متخيلين؟ يعني ال 22 لاعب اللي موجودين بيلعبوا جوه الملعب، الكاميرات دي بترصد 29 مفصل حركي لكل لاعب منهم. انتوا متخيلين التكنولوجيا احنا واصلين لفين؟ عشان كده انت دايما بتشوف في الاعداد لما بيجيبوا اللعيبه عامله ازاي، هي عدت الخط ولا لا، بتلاقي الخط معدي حوالين الايد والركبه، وجايب لك بالظبط كل تفصيله من تفاصيل المفصل او الحركه بتاعت كل لاعب. فانت بتعرف بقى فعلا الكره دي اللاعب ده تسلل ولا مش متسلل. وده بقى بينقلنا للكاميرات الثالثه او سيستم الكاميرات الثالثه. بالمناسبه على فكره الشركه اللي عامله السنسور للكوره شركه اسمها كينيكسون تقريبا او حاجه كده، عشان نسيت برضه اقول اسمها في اول الفيديو. الشركه دي هي اللي اخترعت السنسورز اللي موجوده جوه الكور. وده بقى ينقلنا للحاجه الثالثه وهي الذكاء الاصطناعي او المشهد ال 3 دي اللي انت بتشوفه اللعيبه. ده مش مشهد حقيقي اصلا، مش متصور بكاميرات موجوده جوه الملعب، لا ده متصور بكاميرات من نوع تاني خالص، وهي حاجه ليها علاقه بالاي اي او الذكاء الاصطناعي. وده بقى شركه ثالثه خالص، والشركه دي تقريبا اسمها فيكون. والنظام ده او السيستم ده اسمه بالظبط، ثانيه واحده اقول لكم اسمه ايه عشان هو اسمه طويل شويه، الكترونيك بيرفورمانس تيستنج سيستم. اوكي، الموضوع صعب قوي يا جماعه، انتوا تحسوا كده الموضوع فيه جعلصه في الموضوع، وانت قاعد بتتفرج على ماتش 90 دقيقه مش واخد بالك من كل التكنولوجيا الرهيبه اللي بتحصل دي. بس فعلا الناس دي عملت مجهود رهيب قوي 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 ويشكروا عليه الصراحه. الشركه دي اسمها فيكون زي ما انا قلت، وهي دي بقى اللي بترسم لك ال 3 دي دايمنشن بتاع الملعب كله وبتاع اللعيبه. عدد الكاميرات من الشركه دي بقى كام كاميرا؟ 36 كاميرا حوالين الملعب. 36 كاميرا دول بيصوروا مشهد تخيلي للعيبه وقت اللعب. هو ما بيبقاش مشهد حقيقي، بيبقى مشهد ذكاء اصطناعي زي ما انا قلت. هحاول اوريه لكم على الشاشه دلوقتي. زي ما قلت ده بقى بيطلع لك المشهد النهائي، وبتعرف ساعتها الكوره دي تسلل ولا لا. 36 كاميرا، احنا بنتكلم في 36 كاميرا من شركه فيكون، 12 كاميرا من شركه هوك اي، فاحنا كده بنتكلم في 48 كاميرا. انتوا متخيلين الرقم يا جماعه؟ ده كل ده ولسه ما اتكلمتش عن الكاميرات اللي بتصور بقى كاس العالم عادي، الكاميرات العاديه اللي هي المفروض بقى ايه بنشوفها كده في اي ماتش كوره. الكاميرات العاديه بقى اللي بتصور كاس العالم، انتوا متخيلين كام رقمها؟ تقريبا 38 كاميرا بتصور كاس العالم. 38 كاميرا او اكتر او اقل حاجه بسيطه. انت متخيل عدد الكاميرات اللي بتصور؟ هم تقريبا مغطيين كل تفصيله في الملعب، حتى الجمهور. انت في كلوزات كتير قوي بتشوفها للجمهور في كاس العالم ما شفناهاش قبل كده، يعني كلوزات بتتاخد وكاميرات من زوايا معينه بتتاخد، غير الكاميرات اللي بتبقى معموله للعيبه مخصوصين زي ميسي زي كريستيانو. الناس دي بيبقى ليها كاميرا، في كاميرا كده كاميرا ميسي، الكاميرا دي ما بتصورش غير ميسي، ما بتصورش اي حاجه ثانيه في الماتش. طبعا الكاميرات دي متوزعه يعني في الملعب. في الكاميرات اللي هي الفلاي كام اللي هي بتبقى فوق دي انت ما بتبقاش شايفها، او ساعات لما بيبقوا مصورين من هليكوبتر بتاخد بالك ان الفلاي كام او الدرون دي موجوده. في كاميرات كرين موجوده حوالين الملعب، في كاميرات عند الجونين لو انت خدت بالك عند كل جون اللي هي بتجيب اصلا اللحظه اللي هو لما بيجي جون ولا حاجه، اللحظه اللي بيشوط فيها اللاعب والكره تحس ان هي هتخبط في وشك. في كاميرات بقى، في كاميرات في كل حته يعني، في كاميرات للمدرجات طبعا. 38 كاميرا عدد رهيب جدا جدا من الكاميرات. احنا
بنتكلم تقريبا في، لو احنا عملنا حصر لكل الكاميرات اللي موجوده في كاس العالم فاحنا بنتكلم في 90 كاميرا تقريبا. عدد رهيب جدا وموضوع صعب. انا بتكلم كمان على المخرج اللي بيصور بقى الكاميرات بتاع كاس العالم. المخرج ده بيتعب جدا. انا مش عارف هو بيبقى مخرج واحد ولا اتنين الصراحه عشان ما افتيش، بس هو لو مخرج واحد فهو بطل الصراحه، بطل ان هو يظبط لك كل حاجه بالسنتي وبالحنتوفه كده وما يخلكش تحس لثانيه ان انت في كوره ضاعت منك او في هجمه انت ما شفتهاش او اي حاجه او لحظه حلوه او لحظه وحشه. كل الحاجات دي متاخده يعني. حتى احنا برضو شفنا في ماتش البرتغال والمغرب الكاميرا اللي كانت ماشيه مع كريستيانو رونالدو بعد خساره البرتغال للاسف. مش عايز اقول للاسف برضو، بصوا انا فرحان ومش فرحان يعني. انا فرحان عشان منتخب عربي كسب البرتغال الصراحه، وزعلان لكريستيانو الصراحه. كريستيانو يعني لعيب انا مش هقعد اتكلم عنه، انا يعني مهما اتكلمت عنه مش هديله حقه. انا على فكره انا برشلوني او بحب برشلونه او مايل لبرشلونه اكتر، وبحب ميسي الصراحه، بس كريستيانو انا بحبه الصراحه برضه يعني. انا ما بكرهوش وزعلان عشانه جدا، وزعلان من الانتقادات اللي الناس عملتها معاه بعد ماتش المغرب والبرتغال. يعني عملوا معاه حاجات ما تتعملش الصراحه. وعارفين المثل اللي بيقول لك لما مش عارف لما العجل يقع بتكتر سكاكينه حاجه كده. هم استنوا تقريبا الناس اللي هم ما بيحبوش كريستيانو استنوا بس اللي حصل ده وشافوا المشهد بتاع الكاميرا صايع برضه. خد لقطه صايعه جدا ليه وهو داخل جوه اوضه اللبس، كان قاعد بيعيط، كان مركز معاه، هو عارف ان المشهد ده ينتشر وعارف ان ملايين الناس هتشوف المشهد ده، ملايين الناس هتتكلم عليه. يعني هارد لك يا كريستيانو، وانت عملت حاجات كتير قوي في الكوره تغفر لك اي حاجه او اي زله حصلت الفتره الاخيره. كل الناس اللي بتشجع ريال مدريد بتحبك. تقريبا ده كل اللي انا اتكلمت فيه النهارده عن موضوع الكاميرات. والله يا جماعه الموضوع يعني الموضوع في تطور رهيب طول الوقت. فعلا احنا مش عارفين احنا هنوصل لفين بعد كده يعني. انا مش عارف السنين اللي جايه او كاس العالم اللي جاي. هو عموما كاس العالم اللي جاي هيبقى بين 3 دول، امريكا وكندا والمكسيك تقريبا، ويبقى مشارك فيه 48 فرقه مش 32 زي الكاس العالم بتاع المره دي. فاعتقد الناس دي لازم تعلي، يعني لازم تعلي على قطر، لازم يعلوا على اللي قطر عملوه باي شكل من الاشكال. مش هينفع يعملوا حاجه اقل من المستوى اللي احنا شفناه السنه دي في كاس العالم. مش عارف التطور واصل لحد فين. انا سمعت كمان ان في الفتره اللي جايه او كاس العالم اللي جاي هيبقى في ابلكيشنز هتنزل على الموبايل، هتبقى وانت قاعد في المدرج شايف التشكيله بتاعه اللعيبه كلها، وشايف الملعب برضو بالذكاء الاصطناعي، وعارف كل لعيب مستواه عامل ازاي، وعارف الخطه، وعارف الوقت بتاع اللعبه هيبقى عامل ازاي. انا مش عارف التكنولوجيا هتوصل لحد فين. انا خايف اصلا بعد كده في المطوشه الناس كلها في المدرجات لو حاجه زي دي حصلت كله يركز في الموبايل وما يتفرجوش على الماتش، هيبقى موضوع رخم شويه الصراحه. مش هحبه بامانه يعني. واحس ان فعلا التكنولوجيا سيطرت علينا بشكل بشع. زي ما احنا شايفين كده ما بقاش في مجال للخطا خالص. يعني موضوع الاوف سايد وموضوع التسلل، حتى موضوع الوقت الضايع دلوقتي الفار هو اللي بيحسبه، الحكم ملوش اي تدخل فيه. في حكم قاعد في الفار بتاع الوقت الضايع قاعد بيحسب الوقت، اول ما الكره تطلع بره او الماتش يقف شويه او لعيب يقع او جون يجي ويحتفلوا، كل ده الوقت بقى بيقف فيها دلوقتي. عشان كده بنستغرب بعد ال 45 دقيقه بنشوف 10 دقائق وربع ساعه وقت بدل ضايع. كل ده بقى بيتحسب دلوقتي، بقى في حكم مخصوص في الفار هو اللي بيحسب الوقت الضايع. الموضوع ما بقاش فيه مجال للخطا، ما بقاش فيه مجال للتمثيل، ما بقاش فيه مجال لاي حاجه خالص. هي بص هي حاجه انا شايف ان هي ميزه وعيب في نفس الوقت. هي ميزه طبعا ان احنا بنتطور والتكنولوجيا حلوه وكل الكلام ده، وعيب لان احنا انا حاسس ان احنا بقينا اسرى للتكنولوجيا دي، او حاسس ان احنا اتحبسنا جوه التكنولوجيا دي ومش هنعرف نطلع منها بعد كده. مش عارف ازاي الصراحه. كل التوفيق لمنتخب المغرب النهارده، اتمنى ان هم يكسبوا. انا عارف ان الحلقه دي هتنزل بعد ماتش المغرب. لو انتوا كسبتوا فالف الف مبروك وربنا يكملها لكم على خير، ولو انتوا لا قدر الله ما كسبتوش فانتوا ابطال وعملتوا اللي عليكم. شكرا لدوله قطر على التنظيم الاكثر من رائع، على فرض الثقافه العربيه على كل الدول، على السياسات اللي هم عملوها الحلوه جدا اللي نفتخر بيها كل عربي وكل مسلم يفتخر بيه. حاجه مشرفه فعلا، حاجه هتتحط في التاريخ طول العمر لقطر. بس كده انا كده الحلقه بتاعتي خلصت. اتمنى اكون فدتكم بحاجه انتوا ما كنتوش عارفينها. اتمنى ان انتوا تتفرجوا على الحلقات اللي فاتت اللي انا نزلتها، وتستنوا بقى حلقات جديده ان شاء الله هتنزل قريب. ادعوا لي بس، والله انا الشغل واخد كل وقتي. ادعوا لي ربنا يكرمني كده واقدر ان انا اصور لكم طول الوقت، واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.